السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في قناة شهوات أفريل. إن شاء الله تكونوا كاملين بصحة جيدة. اليوم جبت لكم الشباكية المغربية الرائعة، وكنتمنى أنها بطبيعة الحال تنجح معكم. الطريقة ديالي طريقة سهلة بزاف، بسيطة بزاف، وانا كنبسطها اكثر معكم. قبل ما نبدا الفيديو ديالي معكم غادي نبداو بالصلاه والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بطبيعه الحال غيكون عندنا كيلو من الدقيق الابيض، غيكون عندنا 100 مل من الزبده نباتيه وزيت زيتون، يعني 100 مل مخلطه، وغادي نديرو 100 مل من بطبيعه الحال الزبده كما كتشوفوا. الكؤوس ديالي كؤوس شاي، و100 غرام من السمسم او الجنجلان مطحون مزيان، و100 غرام من اللوز هو يعني مطحون مزيان، وعندنا ملعقه كبيره ممتلئه حبه حلاوه اللي هو اليانسون، وملعقه كبيره ممتلئه ديال الشمار اللي هو النافع. وبطبيعه الحال البنات، هاد المقادير كاملين كنخلطوهم مع بعضياتهم مع الدقيق الزبده والزيت، وهاد المقادير كلهم ملعقه صغيره قرفه وقليل من الملح. ملي كنخلط هاد المقادير مع بعضياتهم مزيان كنولي نغربلهم في الغربه اللي كيكون شويه عينيه كبارين، ماشي دوك رهيفين، باش كنحيد اي شوائب اي طرف يعني من هاد الحاجات اللي طحنتهم، ما يبقى ليا حتى شي حاجه اللي تزعجني في الاكل. ملي كيكون كتكال الشباكيه ديالنا وما كتفرتش العجين ملي كنطلقوها باش نشبكوها. هاد الحوايج كاملين كنعطيهم لكم لان هذه هي طريقتي، كنتمنى انكم تتبعوها غتنجح معكم 100%. كتجي هشيشه وبنينه. ما تنساونيش اشتراك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال شهوات افريل، وغادي نرجع معكم ونكمل معكم الفيديو. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما خلطت جميع المكونات مع بعضياتها كندوزهم في غربال باش حتى شي حاجه ما تفوت وحتى شي حاجه ما تزعج لا في الاكل ولا في يعني ملي كتكون كتدلك الشباكيه ديالك وكتطلق العجين ديالك باش تخدموا. من بعد هاد الكيلو ديال المقادير كنضيف لهم صفار بيضه واحده، راس ملعقه صغيره ديال خميره الخبز، كنضيف لهم 7 غرام بيكينغ باودر او خميره الحلويات، وكنضيف معهم ربع كأس شاي من الخل كما كتشوفوا، ما يعادل 3 معالق طعام ممتلئه. ومن بعد كنضيف 100 مل من ماء الزهر مع القليل من الزعفران باش كيعطينا شويه لون، غير القليل من الزعفران باش كيعطينا لون زوين للشباكيه ديالنا. ومن بعد كنعجن. من بعد البنات هاد ملي كنعجن راه ما خصش الشباكيه تكون خفيفه بزاف بالنسبه للمبتدئات، وما خصش تكون قاصحه بزاف. يعني الشباكيه ديالنا خص يكون القوام ديالها ماشي قاصح محجر، وماشي ديك القصوحيه ديال ماشي ديك الخفه بحال المسمن، لان الا كانت خفيفه بزاف ما غاديش تصدق معكم، والا كانت قاصحه بزاف ما غاديش تصدق معكم. فشوفوا بين يدي كما كتشوفوا معايا العجين. كنتمنى انكم تجربوا هذا العجين هذا او هذه المكونات. والله البنات الى كل رمضان هذه هي المكونات اللي كندير كيجي الشباكيه بنينه بزاف ورائعه بزاف. وغادي بطبيعه الحال نوريكم جميع الطرق، والفيديو راه شارح نفسه. وغادي نرجع معكم باش نوريكم التشباك اللي درت معكم. جبت لكم شي 3 ولا 4 ديال الانواع ديال التشباك باش
نستافدوا مع بعضياتنا جميعا. وما تنسونيش بالتشجيع، وما تنسوش تشجعوا الناس اللي كيقدموا محتوى هادف، ونبعدوا بطبيعه الحال على التفاهه. كما كتشوفوا البنات، انا بديت معكم دابا كنطلق العجين ديالي باش نوريكم الانواع ديال التشبك اللي درت. بطبيعه الحال انا غير جربت معكم الانواع. بالنسبه للناس اللي كيقدموا باللي هاد التشبك هذا كيتفرتت في الزيت، الا كان عندك نوعيه العجين مزيانه ديال الشبكيه ديالك، صدقيني هاد من احسن الانواع ديال التشبك، يعني ما كيتفرتتش نهائيا. الا كانت عندك العجين قاصحه كوني متاكده انها غادي تفرتت، لان ما كيتشدش مزيان مع بعضياته. هذا سهل بسيط وحتى الشكل ديالو زوين. وبطبيعه الحال بالنسبه للناس اللي يلاه مبتدئين، كاينه شي تشبك اللي هو سهل وممكن انها تجربه. وبطبيعه الحال باش الشبكيه ديالها تجيها زوينه شكلا ومذاقا، غير العجينه ديالكم خصها تكون ممتازه. كما كتشوفوا التشبك سهل جدا جدا جدا، وكيجي زوين حتى في المنظر ديالو، حتى ملي كتقلى الشبكيه كتجي زوينه. المهم يكون عندكم العجين ممتاز ومتميز. بالنسبه للتشبك الثاني بطبيعه الحال اللي هو ديال الكاس، حتى هو سهل وكيجي زوين شكلا بطبيعه الحال بزاف زوين. وكنتمنى البنات انكم ما تنسونيش بالتشجيع، تفعيل الجرس بطبيعه الحال، اشتراك، تفعيل الجرس، تعليق زوين، حتى انتقاد بناء. وغادي نرجع نكمل معكم بطبيعه الحال انواع التشبيك اللي درت معكم. بطبيعة الحال هذا من أشهر التشباك اللي موجود في المغرب، هو التشباك ديال الستة. حتى هو سهل بزاف والشبكية ديالو كتجي زوينة بزاف. هذا هو اللي درت أصلا، يعني الآخر غير جربت معكم 10 5 من الشكل، وهذا هو اللي درته. لكن مرة أخرى إن شاء الله غادي ندير الآخرين. المهم هذا غير راكم عارفين بعض المرات كتجي على الوصاية، يعني خص التشباك يكون نفس التشباك. بالنسبه لهذا التشبك هذا اللي درت معكم، هذا ديال الوريده، اول مره نديرو، حتى هو جا زوين بزاف وطايبه الشبكيه ديالو مزيان. كما كتشوفوا العجين ديالي انا خفيف وكنطلق العجين رقيق. بالنسبه لهاد الوريده العجين كيكون رقيق، شفتوا معايا؟ يعني باش كتجي ديك الوريده زوينه وشكل ديالها رائع وسهل، حتى هو ما فيهش شي اختراع، يعني ما فيهش شي اختراع، غير هو كيجي زوين بزاف. وبطبيعه الحال بالنسبه للنصيحه الاولى اللي غنعطيكم هي الزيت البنات. الزيت بالنسبه للمبتدئات، الزيت خليوها طيب على نار هادئه، على خاطرها انت كديري شغلك والزيت خليها على نار هادئه، لان ملي كطيب على نار هادئه ما كتحرقش الشبكيه. ولكن الا عطيتيها الجهد وحطيتي فيها الشبكيه ودعي هذيك المقله الاولى، راه ما تاكليهاش لانها غتحرق. ولكن ملي الشبكيه ديالك او الزيت ديالك كطيب على نار هادئه، شوفي حطيت فيها الشبكيه واخده راحتها، ما كاين لا حريق لا حتى شي حاجه، يعني ما محروقه ما والو. هذه نصيحه من النصائح بالنسبه للناس المبتدئين. بطبيعه الحال بالنسبه للنصيحه الثانيه اللي غنعطيكم هي ملي كنحيدوا الشبكيه ديالنا في العسل كيخليوها تعسل مزيان
على خاطرها حتى كنحيدوا المقله الثانيه اللي موراها، لان هي كتاخذ الوقت في الطياب. يعني الحاجه شويه اللي باسله في الشبكيه هي الطياب ديالها، لان كتاخذ الوقت باش طيب زوينه وكتجي هشيشه وكتشرب العسل مزيان. اما لا عطيتيها الجاد راه غتحرق لك وما فيها ما يتكال وما غطيبش لداخل، فهمتي؟ خاصه الا كانت عندك شبكيه يعني بحال هذا النوع اللي درت انا. كنتمنى بطبيعه الحال ما تنساونيش بالتشجيع. بالنسبه للعسل راه كاين في القناه، حطيته لكم قبل الشباكيه. وبطبيعه الحال كاينه واحد النصيحه واحده اخرى باش نستافدوا وباش كاملين ما تخسرش الحاجه ونقولوا يا ريت اللي جرى. ما كان حتى واحد ما مستعد انه يوجد شي حاجه وتخسر معاه. كلنا بغينا نديروا حاجه واخا اول مره بغيناها تصدق. ملي تشبكي شباكيه ديالك الا كانت عندك كميه كبيره، يعني ماشي شي 4 كيلو ولا 3 كيلو، لان هذيك الكميه تبقى تنشف على خاطرها. ولكن الا كنتي دغيا ساليتي تشبك وبغيتي تقلي ما تقليهاش اختي. خلي الشبكيه ديالك تنشف على خاطرها. خصها تنشف مزيان، تشد راسها مزيان عاد قليها، والا راه غتفرتتك تفرتت عفوا في المقله وما تلقاي ما تجمعي فيها. دابا كنخلي هذه المقله الثانيه باش نخليها تعسل حتى هي مزيان، حتى كنسالي المقله الاخرى عاد كنحيد هذه ونرجع الاخرى في العسل. هادو جميع النصائح باش الشبكيه ديالكم تنجح بطبيعه الحال مع عجين ممتاز ومقوم كما عطيتكم. كنتمنى انكم ما تنساونيش بالتشجيع. حتى انا كنعطي لكم شي حاجه اللي من القلب ونصيحه من القلب بحال خواتاتي، وبطبيعه الحال باش نتعلموا جميعا ونربحوا معكم. الله يرحم الوالدين، الشباكيه ديال شهوة افريل نجحت معايا والعجين نجحت معايا. كنتمنى ان يعني يكونوا عندي ناس بحال هكا ياخذوا حاجه ويجيو ويقولوا لي شكرا خدينا شبكيه ولا عجين ولا وجات زوينه. وهذا هو الشكل النهائي. بطبيعه الحال انا ما درتش غير كيلو، درت اكثر من كيلو، ولكن عطيتكم مقادير ديال الكيلو بالنسبه للناس المبتدئين، لان ممكن المبتدئه تجرب غير كيلو او نص كيلو. فاذا كان نص كيلو غتقسم المقادير، اذا كان كيلو غدير هذيك المقادير اللي عطيتها. وشكرا لكم بزاف. ما تنساوش تشجعوا الناس اللي كيقدموا محتوى هادف، وما تنساوش تشجعوني اشتراك لايك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يا شهوة افريل. وبطبيعه الحال تشوفوا حتى الشهوات اللي عندي في القناه. وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.